سي كمال بالله سامحني، خرجتك على قناة الجزيرة خرجة ملفتة للانتباه. بالطبيعة أنت إنسان شغلت مناصب مهمة في الجهاز الأمني التونسي، المدير العام للأمن الوطني، وكذلك أشرفت على الاستخبارات. بطبيعة الحال الكلام اللي راك تحكي فيه كلام ما يدلش على أمن سابق، فما بالك بإنسان لديه من الخبرة ما يسمح له بتقييم كلامك. سئلت عدة أسئلة، كان كلامك كلاما شعبويا في نطاق عامي. سألك الإعلامي: هل تقومون بالتنصت على المواطنين التوانسة؟ قلت له: لا، بأمر قضائي. من لا أمر قضائي ومن لا احترام للقضاء ومن لا احترام للدولة، ونعامل المواطن في إطار القانون. أنتم في تجاذبات سياسية، نحكي معك بلغتك، ولديكم عدة اختلافات بينك وبين قيس سعيد وبين الماشيشي أنتم المستوى اللي تعيشوا فيه في تونس الشعب ما يجيش على بالكم جملة. يعني إذا كنت ستخرج في خرجة وستحكي لساعات، على الأقل كن إنسانا صادقا مع نفسك قبل أن تكون صادقا مع الجمهور. أما أن تضيع الوقت للجمهور في الكلام الشعبوي التافه فجانبت الصواب في هذه النقطة. بطبيعة الكل يعرف كيف تشتغل الأجهزة الاستخباراتية في تونس. جل الأسئلة التي سألك عنها الإعلامي والتي يجيب عليها أي إنسان كان ينتمي لجهاز أمني حساس في العالم، فعندما سألك على أمور بسيطة كان بإمكانك أن تجيب عنها، أنت بالفعل لن أتحدث معك في كيفية تسيير عهدك في المديرية العامة للأمن الوطني ولا في أجهزة أخرى، ولكن إذا كنت لا تنوي قطع شعرة معاوية كما يقال، إيمانا منك أنك ستعود إلى منصب في المستقبل عندما سيرحل قيس سعيد، فأنت واهم بطبيعة الحال، لأنك خرجت على نطاق ابن الدولة. نحب نقول لك أن الدولة مرهاش تنجب في الأبناء. أنت إنسان كونت في عهد بن علي، لديك عقلية أمنية معروفة للغاية. إنسان عندما كنت على رأس المديرية العامة للأمن الوطني حدثت تجاوزات كبيرة، لم يتغير أي شيء في الواقع، فما يسموه بالثورة جاءت نقمة على التونسيين. نظام بورقيبة الذي ورثه بن علي بانقلاب أبيض كان نظاما متسلطا صحيح، ولكن كانوا يعملوا حساب للزوالي، مش كيف الأنظمة هذية. القمع لا زال متواجد، القدرة الشرائية للمواطن ما نجمش نحكي فيها جملة. لذلك صراحة خرجة غير موفقة، خاصة على قناة الجزيرة. أنت شخص شغلت مناصب كبيرة في الدولة، كان عليك أن تحافظ على الحياد، ولكن مست مصالحك فخرجت. من وجهة نظري في إطار حرية التعبير تبتز الدولة بتلك الخرجات، وفما أمور تخص الدولة وتخص حماية أمن الدولة ما نجمش نحكي فيها. أما عن رئاسة الجمهورية وما يتعلق بقيس سعيد تحكي بكل أريحية، ما فماش أسرار دفاع وطني ولا أمور كهذه. عموما قيس سعيد
تحدثنا في سياساته الخاطئة. لا نتحامل على الرجل، هو قضى سنوات في الحكم، لم يقدم أي شيء للشارع التونسي، رئيس شعبوي. أما البروباغندا اللي تتعمل ضد الرئيس ومحيطوه غير مقبولة بطبيعة الحال. وعموما إذا كانت هنالك أسرار لا يمكن أن يطلع عليها العوام، فبالتالي فخرجتك غير منتجة، ولا توجد تقريبا أي معلومة غير معروفة للإعلام. فحتى الأمور التي تحدثت فيها معروفة ومعلومة. دور الموساد، كيف دخل الموساد إلى تونس واغتال شخصيات لم تكن معروفة لدى الأجهزة الأمنية التونسية أو العربية. هذه أمور تسخن في البيت، يعني أمور معروفة لجل التوانسة. تذكرني في بعض الممثلين التوانسة يحكوا نفس السردية، ما عندهم حتى إضافة في أي انترفيو أو بودكاست، أو يحكوا نفس الكلام، يعني كلام تافه مكرر. ولكن ما يثير الدهشة أن أول خروج إعلامي لك كانت هنالك أمور يجب أن تفصح عليها، أن تتحدث عن الدور الأمني للأجهزة الاستخباراتية، دورك أنت، ما النتائج التي حصلت عليها تونس بترأسك للمديرية العامة للأمن الوطني. فما أمور بإمكانك أن تتحدث عنها بأريحية، لأنك بتلك الطريقة التي تظن نفسك ذكيا بالعقلية الأمنية، أنك ترسل إشارات وترسل كلام، ولكن من ترسل لهم ذلك الكلام سيحللونه بطريقتهم، وتحاول أن تعيد مكانتك داخل النخبة التونسية. فهذا الأمر سيكون متجاوزا بطبيعة الحال، حتى لو جاء رئيس غير قيس سعيد. وكما قلت أمرك، أؤكد على أمرك، لأنك دائما تتحدث من منطق البطولة. جاني مستشار من القصر الجمهوري وقال لي نحب نتجسس على مجموعة من المستشارين. هذه أمور تصرى في العالم الكل، أنتم ما تجسوش على المستشارين وعلى الأطر الأمنية والأطر العسكرية وعلى جل النخبة التونسية. يا سي كمال، راك تتحدث في كلام نحترم القانون وفي إطار القانون وفي إطار كذا. هي رواية من جانبكم بطبيعة الحال. من لديه مشاكل مع رئاسة الجمهورية ومع الرئيس قيس سعيد سيأتي دائما إلى اتجاهك، لن يكون محايدا. لكن من خلال هذه القناة ننور متابعينا بحيادية تامة. أنا ما نكرهش قيس سعيد يروح توا من القصر الجمهوري، وإذا كانت أمور صرات في عهده يتحاسب عليها كالناس الكل. بن علي وسقطوا الشريعة التونسية، حب من حب وكره من كره. جاء منصف المرزوقي بأخطائه بطبيعة الحال، ولكن يبقى دكتور، تنازل على السلطة وروح. الباجي قايد السبسي رحمه الله كذلك رئيس، هنالك شبهات أو شبه فساد عليه. إنسان جاء في ظرفية صعبة وحافظ على استمرارية للمؤسسات التونسية، توفاه الله. جاء قيس سعيد في سياق خاص، خطابه شعبوي، لديه أخطاء كثيرة، لكن هذا ما يمنعش أن الشعب التونسي إذا أراد إسقاط قيس سعيد سيسقطه قطعا. أما تم عزل إنسان ولا هنالك أمور تطبخ في مطبخ السلطة، سواء في الأجهزة الأمنية والعسكرية أو رئاسة الجمهورية، هذه أمور لا يجب على الشعب التونسي الانخراط فيها. ونحب نذكرك سي كمال أن الشعب التونسي شعب واعي للغاية، وأن الجيش الوطني التونسي
جيش وطني كما ذكرت أنت والمشيشي قبلك وزير الداخلية ورئيس الحكومة. تخيل معي إنسانا كان وزيرا للداخلية وأعطاه قيس سعيد الأمر ليشكل حكومة، فهل هذا إنسان كان ضد سياسات قيس سعيد؟ بطبيعة الحال لو كان إنسانا كما ادعى كان قيس سعيد سوف يبعثه سفيرا إلى دولة أو سوف يقوم بعزله، لن يكلفه بحكومة. كذلك الأمر لديك أنت، هنالك أمور ما يعرفهاش الشعب، ما هنالك تجاذبات سياسية وهنالك تطاحن على المناصب، وفي غياب بيان من رئاسة الجمهورية ما نعرفوش السبب الحقيقي اللي خلى قيس سعيد يعزلك ويبعثك رئيس سفيرا.